اهم تمرينين بحطهم للروتين ده اي كلاينت معايا عشان يخلوا شكل الظهر عريض بالشكل ده، وانا حرفيا من افضل التمارين بتوعي. اول تمرين معايا هو البول اب وديد ليفت. النهارده هنشرح الديد ليفت، وعلشان تشوف فيديو البول اب ما تنساش تعمل سوبر سيت لايك في كومنت. معظم الناس بيبقى عندها فوبيا من الديد ليفت، واول ما تسمع اسم الديد ليفت تقول لك لا انا هتصاب. عندك حق، اكتر من 77% اصابات الجيم بتيجي من الديد ليفت. علشان كده النهارده هتطلع بفيديو الديد ليفت باداء هاني رامبود وبيج رامي. اول ما يشوفوك بتتمرن بالاداء ده هيقوموا يسقفوا لك ويضربوا لك تعظيم سلام. هنبدا النهارده ب5 خطوات مهمين جدا لازم تنفذهم عشان تتمرن ديد ليفت زي ما الكتاب بيقول. يلا بينا نبدا. ستيب 1 creating the pillar. امشي ناحيه البار وخلي البار يكون في نص رجلك بالشكل ده. وسع رجلك بعرض الفخذ بتاعك وخلي صوابع رجلك facing forward على شكل 11. لو حاسس انك مش مرتاح في الشكل ده تقدر توسع رجلك شويه، علشان الهيب بون بتختلف من شخص للتاني واريحيه الوضع بيختلف من شخص للتاني، فممكن توسع رجلك وتخلي مشط رجلك حرف في. بعد كده نخش في وضعيه مهمه جدا هي الهيب والريب. للوضع الصحيح لازم تتاكد ان الهيبس والريبس بتوعك في الاداء والوضع الصحيح علشان تتجنب اصابه اسفل الظهر. والوضع الصحيح بتاعهم انك تعمل ستوك ذا بيلر اند stay that way as you like. فكر ان الهيبس بتاعتك ديت مليانه بوله ميه. معظم الناس بتقف في وضعيه حاجه اسمها anterior pelvic tilt، وده بيخلي الميه تقع بالشكل ده. اعمل tilt pelvis back بالشكل ده وفكر ان البوله مليانه ميه وما توقعهاش. الريب معظم الناس بتلاقيهم واقفين بالشكل ده flared out. انا عايزك تخلي الريبس مسطحين بالشكل ده، وعشان تعمل ده لازم تعمل engaging core. فكر كأن حد خبطك بالبوكس في بطنك ورجعت بطنك وشديت الكور ماسلز عضلات البطن. كده الريبس اكتيفيتد، هيبس اكتيفيتد. كده الشكل ده. بعد ما تخلص الشكل ده هتقوم واقف زي الاسد عامل سكويز للجلو، وبعد كده الانر سايز وتقف مستقيم زي الاسد. ستيب 2 grabbing the bar. هنا بقى كل الناس بتعمل الظهر بتاعها راوندد. عشان تحافظ على ستيب 1 ابدا انزل بقبضه الايد خارج البار وظهرك مستقيم. اتني ركبتك وخلي قصبه رجلك لازم تكون في البار، يعني خلي البار لازق في قصبه رجلك. البار لازم يكون قريب من رجلك. كل ما كان البار بعيد عن جسمك كل ما كان فيه وجع على اسفل الظهر وتحميل اكتر على اسفل الظهر وفقرات الظهر. هيبس عاليه، هيبس واطيه. هيبس عاليه كده انت حاطط ضغط كبير على اسفل الظهر. هيبس واطيه كده انت سكوات يا معلم مش ديد. هيبس لازم تكون فوق ركبتك وتحت كتفك، ده الوضع الصحيح ليها. natural spine. حافظ على الوضع الصحيح و always keep the right posture. ما تنساش ان رقبتك جزء من العمود الفقري. انزل رقبتك واعرف ان هي جزء من العمود الفقري وجزء من الناتشورال سباين بتاعك. ستيب 3 creating the width. الوضع الامثل اللي بيقلل الضغط على اسفل الظهر ويخليك تعمل الاداء صحيح وتتجنب الاصابه. خلي ركبتك تلزق في كوعك، نفس عميق. brace your core كأن حد ضربك بوكس في بطنك وبتشد بطنك جامد. اعمل extend للصدر activating your lats كأنك بتحط برتقانه تحت باطك وبتعصرها جامد جدا. كده انت في مرحله lats activated, hamstring activated, core activated and gluteus activated. Step 4 push. لو انت عملت بول هنا هتضيع كل الحاجات اللي انا بشرح لك فيها من الصبح. انا عايزك تتخيل ان دراعك ده عباره عن حبل بهل تشبكه في البار، وانت بتشيل بدل ما تبدا من 0 ل 100 على طول انا عايزك تحافظ على اوضاع اللي عملناها كلها. خش الارض برجلك لحد ما البار يطلع معاك لفوق. بعد ما تطلع عايز الهبس تخش على البار وتحضنه حضن مطارات. 5 control the way down. وانت بتنزل لازم البار يكون قريب من رجلك وبيحكها كده في الثايز بتاعتك او في الفخذ بتاعك. اول ما البار يعدي من الني كاف بتاعتك بتبدا تعمل ايه؟ تتني ركبتك، بلاش تخبط البار في الارض. كده انت بتعمل حاجه اسمها gravity grabbing the bar، وده بيقلل التنشن على العضله وبيخليك تفقد عضلات كتير قوي مش شغاله، ده غير ان هو بيأذي تندون البايسب. بلاش تعمل breathe in و breathe out وتنظم النفس بتاعك. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وشير بنيه النفع علشان ما حدش يتأذي من الديد ليفت، وما تنساش سوبر سيت لايك في كومنت كده، مش خساره فيا.